الاخر وهو ديال المغرب يعلق التواصل مع السفارة الألمانية في الرباط ومع المنظمات الألمانية المانحة. مازال ما كايناش معلومات كثيرة، ولكن واضح اللي كيتابع كما جا في الرسالة اللي خرجت أنه كاين واحد سوء تفاهم عميق بين المغرب وألمانيا، لأن ألمانيا اللي كيتابع أنها في الأسابيع الأخيرة كتحاول تقوم بواحد اللعبة، وبالطبع هاد اللعبة شكون اللي وراها؟ دائما كاينة الجزائر حاضرة، كتحاول تلعب مع المغرب في بعض الأمور اللي هي ديال المغرب اللي مرتبطة بالوحدة ديالو الترابية. لما كنقولوا حنا دولة قوة إقليمية ودولة أمة، هو كيبان لكم من خلال هاد هاد المسألة، هاد الموقف ديال المغرب، موقف قوي. بمعنى حنا في هاد الأمور ما كاينش عندنا فيها، بمعنى أننا كنتاخذوا القرارات، المغرب كيتاخذ القرارات، اتخذ القرار كيوقف يعلق التواصل في انتظار أنه تتضح الرؤية. ألمانيا بالنسبة لنا حنا حتى العلاقات بيناتنا ماشي علاقات اللي هي كبيرة. ألمانيا ليست دولة مؤثرة، باش نكونوا واضحين، ماشي دولة اللي هي مؤثرة. وألمانيا دائما عندها واحد النزعة كتمشي نحو الجزائر لأسباب معروفة، أن الجزائر هي كتحاول تعرض الجنرالات كيعطيو كل شيء اللي عندهم، فقط أن ألمانيا تاخذ بعض المواقف. ألمانيا كتخرج هذه المواقف من خلال الإعلام ديالها، خاصة واحد القناة كنعرفوها اللي بالعربية دوتش فيلي، هذه اللي كتخرج دائما بحال ساكن عندها البوليزاريو، في كل مرحلة ساكنين عندهم البوليزاريو. هاد الأمور معنا حنا ما كدارش مع المغرب، بمعنى أنه المغرب قوي في هذه الأمور هذه، وقف الأمور، علق التواصل مع السفارة الألمانية ومع المنظمات المانحة اللي كاينة كثيرة في المغرب. كيعلق هذه المسألة هذه لأن الأمر فيه واحد سوء تفاهم بين شنو كدير ألمانيا، ويمكن نرجعوا لها في واحد الوقت، غادي يمكن نرجعوا لها ونشوفوا شي أمور اللي كانت كطرح اللي هي خطيرة. ولكن ألمانيا هنا مدفوعة من طرف الجزائر، وواضحة هذه المسألة هذه، مدفوعة من طرف الجزائر لأن عندها مصالح في الجزائر، مصالح اللي هي كثيرة وواضحة. يكفي أنه الرئيس جلس عندهم هذه المدة كاملة ب 28,000 دولار الليلة. إذا هذا راه شوف شنو تعطى لألمانيا، شنو تعطاهم. لهذا داروا بعض الأمور اللي هي ما يقبلهاش المغرب. وهنا كتشوفوا هنا بما ملي كنقولوا قوة إقليمية، كتشوفوا الموقف ديال المغرب كي داير. هذا موضوع يمكن أننا غادي نرجعوا ليه، ولكن بالنسبة لنا حنا ألمانيا كما دولة، كما أمور أخرى فات منا، كانت عندنا مواقف مجموعة ديال الدول الأوروبية. هذه أمور ديال المغرب كيكون حاسم فيها، الخاسر هو ألمانيا ماشي المغرب، لأن ألمانيا ما كتأثرش في القرار العالمي، والجزائر كتمشي للدول اللي ما كتأثرش نهائيا، ما عندها ما تأثر. ألمانيا هي محتاجة أنه ما عندهاش، بمعنى أن ألمانيا معروفة في السياسة الخارجية ديالها، وأن هي اللي كتكون خاسرة في العملية ديال التوتر مع دول بحال المغرب، هي اللي كتكون خاسرة. ما نساوش بأنه حنا عندنا علاقات مع الاتحاد الأوروبي، وعندنا الأوراق اللي كنضبطوا بها الاتحاد الأوروبي واضحة، بمعنى واضحة. هذه الأمور ما كديرها الدول. المغرب هذا الموقف كديروا الدول، المغرب عنده الثقة في راسو، دولة اللي كيبان بأنها كدير بعض الأمور اللي هي ما كتلائمش معنا حنايا، كتحاول تلعب هذه الورقة، مدفوعة من طرف الجزائر. الجزائر الآن كتعطي أي شيء، جنرالات مستعدين كما قلت يبيعوا البلاد باش فقط دول انها تحاول دير شي موقف معين للمغرب. بحال هذه القضيه اللي دارت المانيا، داروا الاعلام ديالها، وشي حاجه اللي دارت قدام البرلمان ديالها، شي حاجه اللي دارت
ودائما اللي كيتستعمل في هذه المساله هذه الدميه هي البوليزاريو، بمعنى البوليزاريو كيدار ومن وراها الجزائر كتلعب هذه اللعبه هذه. واضحه هذه الامور، ولكن هذا موقف قوي مغربي قوي، علق الاتصال مع السفاره، وقف التعامل مع المنظمات المانحه وهي كثيره وعندها انشطه كثيره، اذا كتوقف في هذه المرحله هذه. اذا هذا موقف غادي